ليس كل من يغادر البطولة يكون مهزوما، فهناك من يترك خلفه قصة تروى وملحمة لا تنسى. خرج الفراعنة ولكنهم خرجوا والرؤوس مرفوعة بعدما وقفوا وجها لوجه أمام بطل العالم دون رهبة ودون انكسار. قاتلوا على كل كرة وعلى كل متر من أرض الملعب حتى بدا أن الحلم صار أقرب من أي وقت مضى. كانت مصر على بعد لحظة، على بعد لمسة، على بعد ابتسامة من القدر. وحين أطلق الحكم صافرة النهاية لم تنتهي الحكاية، بل بدأت قصة جديدة عنوانها أن الكبار لا يقاسون بالنتائج فقط، بل بما يزرعونه في قلوب من فخر. سيختلف الناس طويلا حول تفاصيل المباراة، وستبقى بعض اللقطات محل نقاش وحديث، لكن شيئا واحدا لن يختلف عليه اثنان: أن منتخب مصر قدم مباراة تليق بتاريخ الفراعنة، وأثبت أن الشجاعة لا تقاس بعدد الأهداف بل بحجم الإيمان. أيها الفراعنة، قد تغيبون عن المونديال، ولكنكم لن تغيبوا عن الذاكرة، لأنكم لم تخسروا احترام العالم بل كسبتم قلوب من شاهدوا، رجالا يقاتلون حتى آخر نفس. سلاما لكم، فقد كتبتم فصلا من الكبرياء وتركتم وعدا بأن العودة ستكون أقوى. فهذه ليست نهاية الحلم بل بداية الطريق نحو مجد جديد.